بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله الفيديو دوت هيبقى بداية فيديوهات المراجعة. احنا هنقول ايه هي مصادر المادة، ايه ازاي تذاكر المادة او هتذاكرها منين او هتعرف منين توصل للحاجات دي كلها. اول حاجة ده الدرايف بتاع الفيجن، هتلاقي الحاجات دي كلها موجودة على السايت او لو انت بتحملها. طيب حاجات الباشمهندس هدير متقسمة للتالي: في هنا امتحان فاينل وميد ترم من غير حل. بعد كده المهم قوي في ورق باشمهندس هدير الفايلين دول والفايلين دول، النظري لحد الميد ترم والنظري من بعد الميد ترم لحد اخر حاجه في المنهج، والمسائل حل المسائل اللي جت في امتحانات السنين اللي فاتت من اول المنهج للميد ترم ومن بعد الميد ترم لحد اخر المنهج. الاربع حاجات دول اكتر حاجات مهمه. تمام، دوت الميد ترم بحله للناس اللي كانت عايزه تتاكد من حاجه معينه فيه او كانت ملخبطه في حاجه فيه. دي اشكال الامتحانات للسنين اللي فاتت. الدكتور قال منظر الامتحان هيكون مختلف شويه عن الامتحانات السنين اللي فاتت، بس انك طبيعي لازم تحل الامتحانات اللي فاتت او تشوف شكل الاسئله اللي فيها عشان خاطر الموضوع يبقى سهل بالنسبه لك وانت بتحل. فادي اول فايل الباشمهندسه هدير. الناس اللي عايزه تذاكر منه بس تمام مفيش مشكله. اهم حاجه ان فايلين النظري دول هيتذاكروا، سواء انت هتذاكر منين الاثنين دول لازم يتذاكروا من ورق باشمهندسه هدير، لان الباشمهندسه كانت حاطه فيهم كل المعلومات اللي الدكتور عايزها. كل نقطة فيهم هيكون الحاجات إن شاء الله اللي الدكتور كان محتاجها أو يدي عليها الدرجة. والمسائل هتلاقي أي حاجة إحنا ما كناش حلينها بالسكشن أو عايز تحلها أو عايز تحل كذا نوع من المسائل، فأنت هتلاقي هنا المسائل وكل مسألة وليها حلها. بعد كده في الليكتشر اللي احنا بنكتبها ورا الدكتور، ودي موجوده من اول ليكتشر لحد اخر ليكتشر. ليكتشر 8 كانت اللي هي اسبوع الميد تيرم فما كانش فيه محاضره، المحاضرات كلها موجوده. كل الكلام اللي الدكتور قاله هتلاقوه موجود ان شاء الله موجود. واي حاجه كانت صعبه شويه فهتلاقوه مشروح فيها بالعربي الخطوات بتاعتها، وتقريبا برضو في ورق باشمهندس دي كاتبه بالعربي في حاجات كتيره قوي. بعد كده السكشن مش كامله لسبب لان السكاشن في الفيجن كانت بتكمل على المحاضرات، فالحاجه اللي انا كنت بشوف ان هي نفس المحاضره وكانت مشروحه في المحاضره كويس فانا ما بكتبهاش. فانت ممكن تكمل السكاشن دي هتبدا بيها او هتذاكرها هتاخدها في اعتبارك وانت بتذاكر. فالمحاضرات بتاعتها هتلاقي مغطيه على السكاشن، يعني هتلاقي هنا الحاجات الزياده او انا كنت شارح مثلا النظري بس الدكتور شرحه بس في المحاضره، فهنا هتلاقي المثال بتاعه. جميل. طيب في لينك لليوتيوب عباره عن التشانل بتاعه الفيجن، هتلاقي موجود فيها فيديو من اول المحاضره الرابعه لحد المحاضره ال 12 بارت 1 وبارت 2 دلوقتي بيتعمل لها ابلود. يبقى كده المحاضرات من الأربعة لل 12 موجودين فيديوهات. طيب واحد واثنين وثلاثة مش موجودين ليه؟ لأن واحد واثنين وثلاثة نظري، هتذاكرهم حتى لو أنت جيت تذاكرهم من اللي إحنا كاتبينهم هتلاقيهم نظري. فأنت عشان كده أنا بقول إن إحنا نركز قوي على حاجات باشمهندسة هدير الفايلين النظري. وفي حاجات من بعد الميد ترم الدكتور ما كانش بيركز قوي على النظري بتاعها، فنفس الكلام بورق الباشمهندسة كاتبة كل حاجة إحنا خدناها بالتعريفات بتاعتها بالمطلوب منها في النظري. ادي كل الماتيريال اللي موجوده، سواء انت حبيت تذاكر من الفيديوهات فهتكون موجوده من المحاضره الرابعه للمحاضره ال 12، بس هتكون محتاج تشوف النظري من ورق باشمهندس هدير. لو انت ناوي تذاكر من الليكتشر اللي احنا بنكتبها طيب جميل، هيبقى برضو حاجه كويسه، بس هتحتاج ان انت تشوف النظري من ورق الباشمهندسه. ولو انت عايز تذاكر الحاجات بتاعت الباشمهندسه كلها مفيش اي مشكله، هتلاقي النظري كله موجود وورق للمسائل موجود. والمسائل اللي الباشمهندسه حلها هي اللي كانت موجود في امتحانات السنين اللي فاتت. اي لو جيت تشوف الامتحانات واي نقطه صعبه واجهتك وانت بتحل الامتحانات او انت بتشوف الامتحانات هتلاقي الباشمهندسه حلها في فايل من الفايلين دول. كده هتكون كل حاجه للفيجن خلصانه. ايه اللي جاي، ايه اللي ممكن يكون موجود تاني في الفيجن كفيديوهات نعملها، تكون نقط بيركز عليها هو في الامتحانات نشرحها في فيديو بحيث الموضوع ما يبقاش صعب. ان شاء الله هيبقى فيه فيديو للانفرس بتاع الفورير، لازم عشان خاطر هو بيركز عليه قوي في الامتحانات. النقط اللي بيركز عليها قوي في الامتحانات ممكن برضو نقولها تاني في فيديوهات. يعني اي حاجه هتكون صعبه او اي حاجه الناس هتقول ان هي محتاجه لها فيديوهات باذن الله هنحاول نعمل لها فيديو وننزله على الشانل على طول. ربنا يوفقكم. ابدأوا من 1/1، ظبطوا مواعيدكم بحيث ان انت تخلص المادة على يوم 5/1، تكون اليومين اللي جايين دول بالنسبة لك ما يكونش فيه أي مشكلة خالص. من 1/1 ل5/1 حاول تخلص المادة بتاعتك، حاول تحل على كل نوع من المسائل عشان ايدك هتاخد على الحل وهتسيستم نفسك بنظام معين على الحل اللي هيفرق معاك. حتى اتفه مسألة يعني مفيش أي مسألة تسيبها، أبسط مسائل لازم تحلها بإيدك. حاول تحل على نفس يعني شوف خد امتحان وحاول تحله كله على بعضه. ذاكر النظري كويس. في الامتحان ما تكتبش النظري بس كده، يعني التعريف البسيط للحاجة. شوف الدكتور كان عايز ايه لما كان بيتكلم في آخر محاضرة واكتبه. شوف حاجات باشمهندسة دي في النظري وحاول تكتب منها على قد ما تقدر.
زي ما قلنا حاول تخلي ال5 ايام دول تخلص فيهم الماده كلها، ما يبقاش فيها اي حاجه تانية ترجع لها، بحيث ان انت لو لاي ظرف اتزنقت في الوقت تلاقي ان انت عندك ايام زياده، احسن ما ان انت تكون عاملهم على ال7 ايام وتيجي في الاخر تلاقي نفسك ما خلصتش. فان شاء الله تنظيم الوقت هيساعد جدا في الماده. زي ما قلنا يعني باذن الله مع واحد واحد هننزل جدول نشوف كل يوم هنذاكر مثلا محاضرتين من الفيديوهات ومن ورق الباشمهندسه ومن الورق المحاضرات. باذن الله هنقسمهم كويس مع بعض، بحيث ان الموضوع يكون كويس، يعني الموضوع يكون سهل ما ياخدش مجهود كتير قوي، ولا يكون ان الجدول مفتوح قوي فان هو ما تلحقش تخلص الحاجات كلها. ربنا يوفقكم وذاكروا كويس، وابعدوا عن مالكمش دعوه بالامتحان سهل ولا صعب، لان دي حاجه مش يعني حاجه مش في ايدينا، فاحنا كل اللي علينا ان احنا نذاكر، وان شاء الله ربنا يعني مش هيضيع تعبنا. فربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله، واي مشكله في الفيجن او اي حاجه زي ما قلنا قولوها باذن الله نعمل لها فيديوهات، وباذن الله تكون كل حاجه واضحه لحد دلوقتي ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم.